برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مساء الخير، معاكم رحمة أحمد في آخر حلقات برنامج آخر الحكاية على راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. النهاردة مش حلقة عادية، النهاردة هيكون آخر الحكايات، لكن يمكن يكون بداية الفهم. في كل الحلقات اللي فاتت كنا بنحكي عن وجع الحب، عن صمته، عن المقارنة، عن الفتور، عن الظروف اللي بتعطل. لكن في الحلقة الأخيرة قررنا نرجع للأساس، للحب نفسه، مش الحب اللي بيخطفنا ولا اللي بنهرب منه ولا اللي بنضيعه. النهاردة هنتكلم عن الحب اللي بيبني، عن العلاقات اللي بتطمنك، اللي بتكبرك، اللي بتحميك من الدنيا، مش علشان تهرب لكن علشان تكمل. في ناس بتقول استقر الأول وبعدين حب، وفي ناس تانية بتقول الحب هو اللي بيطمنك وبيخليك تبني استقرارك. بس يا ترى فعلا الحب محتاج نكون في أفضل حال علشان نعيشه، ولا هو اللي بياخد بإيدك علشان توصل؟ النهاردة هنسأل سؤال بسيط بس إجابته معقدة شوية. هل الحب محتاج استقرار، ولا هو اللي بيخلق الاستقرار؟ تعالوا نبص للموضوع بعين الواقع الأول. في مجتمع بيفرض علينا ضغط مادي ومستقبل لازم يكون مرسوم، كتير من الشباب بيقول أنا مقدرش أبدأ علاقة وأنا مش ثابت في شغلي. إزاي أحب وأنا مش عارف أوفر لها أمان أو حياة مستقرة؟ وده منطقي جدا، لأن الحب مش بس مشاعر، الحب كمان مسؤولية. لكن هل ده معناه إن مفيش حب غير بعد ما كل الظروف تستقر؟ طب وإمتى الظروف بتستقر فعلا؟ ولا هي دايما في حالة تغيير؟ علم النفس بيقول إن الإنسان محتاج الشعور بالأمان، لكن الأمان مش دايما بيجي من الفلوس أو الوظيفة. أوقات بيجي من حد بيشوفك، بيصدقك، بيقف جنبك. أوقات الحب نفسه بيكون هو الدافع إنك تستقر. يعني بدل ما تبني حياتك لوحدك، بتبنيها عشانكوا انتوا الاتنين. الحب مش دايما محتاج استعداد كامل، أوقات بيحتاج استعداد إنك تخوض وتقع وتقوم وتحاول وإنت مش لوحدك. الحقيقة في أسئلة كتير مننا ممكن يسألها لنفسه. إزاي نحكم على علاقة إنها هتنجح أو لأ بناء على ظروفنا دلوقتي؟ ولو استنيت لحد ما أستقر تماما، هل ده معناه إن ضمنت إن هلاقي الحب وقتها؟ وإيه قيمة الاستقرار لو مفيهوش حد نشاركه؟ هنا يمكن الحقيقة مش في طرف واحد. الحب محتاج حد عنده استعداد ومش شرط يكون وصل، والاستقرار محتاج حافز، والحب أوقات بيكون هو الحافز. يعني بدل ما نستنى نبقى كاملين عشان نحب ونتكامل سوا. دي وجهة نظر. في آخر الحكاية هنلاقي إن مفيش وصفة سحرية للوقت الصح للحب، لكن لو لقيت حد بيحبك بجد وبيصدقك وبيصدق فيك ومستعد يمشي معاك المشوار، فده ممكن يكون هو أول خطوة للاستقرار نفسه. مش دايما لازم تمتلك كل شيء عشان تدي حب، ساعات الحب هو اللي بيملكك كل حاجة. هسيبكوا دلوقتي مع سؤال حلقتنا النهاردة، وهو هل الحب محتاج استقرار ولا هو اللي بيخلق الاستقرار؟ هستنى إجاباتكوا، تعليقاتكوا، آرائكوا. استنوني في برنامج جديد على راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. كانت معاكم رحمة أحمد.